ايه ده؟ في حد يدخل على حد كده؟ لا اله الا الله يا ربي. بما ان انتوا دخلتوا بقى، تعالوا اقول لكم على اللي انا راح اعمله. بس اقول لكم ايه المسار الاول قبل ما اعمل اي حاجه. تعالوا تعالوا، مش بقولك تعالوا؟ انا هاجي. الصيف داخل، ها، والروايح بقى والحاجات اللي مش لطيفه دي. فاحنا بنات، ها، احنا بنات ما ينفعش خالص ريحتنا تبقى مش لطيفه. والله ولا رجاله برضو. عموما احنا كائنات حيه، ما ينفعش ريحتنا تبقى وحشه عشان في كائنات حيه اخرى عايشه معانا برضو. نرجع بقى مكاننا. بما ان انتوا جيتوا، تعالوا اقول لكم على وصفه جباره تنفع للرجاله وللستات في نفس الوقت، مش مكلفه خالص. يعني مش هتقولي لي مزيلات العرق غاليه، ولا هتقولي لي انا مش قادره اجيب مزيل عرق عشان قد كده وفلوسه كتيره، ولا قادره اجيب مزيل عرق عشان بيسمر المناطق ومش عارف ايه. لا خالص. احنا بقى هعمل لك وصفه بسيطه خالص في البيت هتعمل كل الكلام الحلو ده. نخش في الموضوع على طول. يلا نيجي على مكونات الوصفه. جل صبار. هو يفضل جل الصبار يكون جل الصبار الشفاف. تمام. هو مش هيدي اي فرق، يعني سواء كان الشفاف او سواء كان الاخضر او اللي هو الاصفر ده، مفيش فيه اي مشكله. بس الفكره ان الشفاف مش هيدي لون خضار. فاهمه قصدي؟ مش هيدي لون. يعني هيبقى شفاف، هتحس انك بتحطي حاجه شفافه ريحتها حلوه زي المسك كده. ومكعب مسك، مكعب مسك او مثلا معلقتين 3 من زيت المسك. بس ايه، شعر القطط في كل حته. المهم نكمل. مكعب المسك ده جيبيه من اي مكان، جيبيه من عند اي عطار، من عند مثلا اي حد بتاع ميك اب سكين كير مش عارف ايه. هتلاقيه موجود عند اي حد عموما. تمام. هنجيب مكعب مسك وجل صبار، بس كده بس. او هتجيبي زيت مسك، يعني لو مفيش مكعب مسك يبقى زيت بصي مسك. بقى، اي علبه فاضيه عندك، ماشي، اي علبه فاضيه عندك، وهتاخدي المسك، جل الصبار. تمام اهو، كل حاجه خطوه بخطوه. وهتنزلي بقى حبه، ما مثلا معلقتين 3، وكده كده هيعيش معاكي حبه. يعني مثلا ايه، اعملي شويه يكفوكي مثلا اسبوعين، وارجعي اعملي حبه يكفوكي حاجه تانية، وهكذا. اصلا طيب ليه جل الصبار؟ اولا جل الصبار ترطيب. جل الصبار ترطيب. تاني حاجة هيحبس ريحة المسك في الجسم. تمام. فهيعمل اللي احنا عاوزينه. ماشي. استنوا بقى اجيب المسك. بصي بقى، لو انتي، انا هو المسك مش مكتوب عليه الصراحة هو بريحة ايه، هو مسك وخلاص. ماشي. بس وانتي بتجيبي شمي الريحة، والريحة اللي تعجبك هاتيها. الريحة دي عجبتني فانا جبتها. وهتجيبي بقى اي مبشرة صغيرة، وهنبدأ ان احنا نبشر المسك على جل الصبار. ماشي. عشان بس وقت الفيديو هبشره وقالوا اللي جابكم. انا لسه ببشر. بصوا انا بشرته وبقلبه. قلبيه باي حاجه بقى. بس يعني المعلقه دي خلاص انا هستخدمها بقى للوصفات والحاجات دي. عشان ايه؟ نبص الدنيا. بصوا، هو الشكل مش حلو، يعني الصراحه هو شكله مش حلو خالص. بس لو كان اللي هو الجل الصبار اللي هو الابيض، كان الموضوع هيبقى احلى. ما بنستخدموش في نفس اليوم، يعني بنعمله ونسيبه مثلا يوم كامل وتاني يوم نستخدمه. او او مثلا قبل استخدامك ليه هتسيبيه مثلا ساعتين. وفي نفس الوقت لو انت حاطه زيت مسك، فانت محتاجه ان ايه، تسيبيهم برضو يخشوا في بعض كده ايه شويه والريحه تثبت. بس هو ده شكله. اختي امشوا، امشوا توقعوا عليا المسك كده. المهم انا بس ايه، عايزه اجرب حاجه. بس عايزه اوريكم لو استخدمناه وهو حبيبات كده. بصوا، مش هيندمج قوي وهيفضل على ايدينا مش هيروح. فاحنا محتاجينه يفضل مثلا حبه اهو. دي مناطق النبض اللي تعملي فيها اي حاجه عطريه، حتى البرفان. بصوا، الله، ريحته حلوه.
والله ريحته حلو جامد جامد. جربوه وعلى ضمانتي. لسه قاعدين هنا ليه؟ ما احنا خلصنا الوصفه خلاص. كفايه، يلا 6 دقايق عليكم. يلا باي.